هل بقى صفقات النادي الاهلي حاليا وعلى مدار 10 سنين هي صفقات مفيده للفريق ولا صفقات كدنسه؟ معاكم محمود جبيلي، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل لكم ميني بودكاست صغير كده، فكره جديده وما نعملها في القناه. لو عجبتك الفيديو او الميني بودكاست اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. معانا اخونا علي، ده واحد اهلاوي مالناش دعوه بيه، هيفكر كده يناقشني ونشوف مين فينا اللي صح. عامل ايه يا علي؟ تمام يا اخبارك حبيبي، ايه يا انت قلبي؟ عامل ايه؟ تعالى كده عشان تبقى في الفيديو. بص يا عم علي، انا واحد زملكاوي شايف ان اغلب صفقات النادي الاهلي على مدار 10 سنين، او بمعنى اصح في فتره محمود الخطيب من بعد ما الزمالك فكر ياخد عبد الله السعيد، هي اغلبها بقت صفقات كيديه. مش هقول كدنسه، هي كيديه اكتر ما هي صفقات مفيده للفريق. وعندي دلائل على الكلام بتاعي. انت شايف ايه؟ والله على حسب. في صفقات بتيجي طبيعي في اي نادي في العالم ما بتنجحش. لا انا بس مش في صفقات. بتكلم بانها نجحت او فشلت، مم. وارد تنجح او بص، تفشل. انا بالنسبه لي المعيار الاول والاخير للصفقات دي هي النتيجه. تمام. لما نيجي نبص على النتيجه تلاقي ان الاهلي بيحقق بطولات في عهد محمود الخطيب في كل الالعاب، مش في الكوره بس، احنا كلامنا في الكوره بس، هي في كل الالعاب عموما. تمام. فدي معناها ان الصفقات دي نجحت. الطبيعي ان في صفقات في النص هتطلع ضرب، مثلا زي صفقات طاهر والناس دي، انا لحد دلوقتي مش مقتنع بيها. يعني تمام. معرفش طاهر ده ايه مؤهلاته ان هو يلعب في الاهلي، بس تمام ما علينا يعني. بس بكام فرنساوي؟ كمجموعه ممكن بس كمجموعه في الاول وفي الاخر الناس دي جابت لي بطولات، جابت لي برونزيات، دوري ابطال افريقيا 4 مرات في 5 سنين. فدي بالنسبه لي في الاول وفي الاخر دي حاجه تدل على ان الصفقات دي ناجحه وان الاداره ماشيه صح، حتى لو بنختلف معاها في حاجات. طيب معلش بقطع كلامك، انا اسف. يا عم علي، انت معيارك البطولات او المكسب. النادي الاهلي من يوم ما اتنشأ هو بياخد بطولات وبيكسب. عبله كامل قالت لك لو بطل بتدرب النادي الاهلي هتاخد بطولات، لما كان مانوش عامل مشاكل مع الجماهير ساعتها. تمام. بس انا هسالك سؤال بسيط، هو انت شايف ان الصفقات هي البطولات؟ قلت لي اه، صح؟ تمام. لا انا بقول لك ان الاهلي ما بيعملش صفقات تفيده على المدى البعيد، وبيعمل صفقات كيديه وقتيه. هو الاهلي كده كده بياخد بطولات يا جماعه، عشان بس قبل ما حد يشتم، هو كده كده الاهلي بياخد بطولات. الزمالك في اسوء احواله هيفضل ياخد بطولات. هم قطبين الكره المصريه في مصر، انا اللي بتكلم فيه. انت كنادي اهلي بعد ما حامد حمدان او بيراميدز رزع الاهلي وخد حامد حمدان من الاهلي، ما تقوليش خد حامد حمدان من الزمالك، لا هو ما خدش من الزمالك، هو الزمالك كان عايز حامد حمدان. بعد كده الزمالك ما عندوش مؤهلات اصلا يتفاوض معايا انا شخصيا اروح العب كوره. يعني انا مثلا رحت نحت الكرش ده وخسست وعملت فت 1 2 3 مره 2 3 واتدربت، هلعب كوره عادي. الزمالك ما عندوش قابليه انه يجيب نادي يلعب معاه كوره. فخلاص الزمالك خرج السباق، يعني خلاص طلع من السباق. دلوقتي بنتكلم ان الاهلي وبيراميدز، تمام. وطلعت ناس من النادي الاهلي ومنهم شوبير قال لك ان المدرب عاجبه حامد حمدان، وترب مش عارف معجب بيه، والاهلي خلاص بيخلص فيه. تمام. وطلع ناس تاني مقربه من الاداره مع مهيب عبد الهادي وانت عارفهم، قال لك ان حامد حمدان 100% في النادي الاهلي. تمام. طيب حصل. النادي الاهلي بعد ما خد منه بيراميدز حامد حمدان، الاهلي دلوقتي بيعمل ايه؟ بيفاوض بلاتي توريه، فاضل في عقده 6 شهور. الراجل ما بيلعبش مع بيراميدز في الوقت الحالي، هو بديل دكه. فالاهلي قال لك انا هخش افاوض بلاتي توريه، تمام؟ لانه مش هيعرف ياخد فيستون مايلي. معلش، أنا فيستون ممكن مايلي أسألك الراجل سؤال؟ يارو 6 مليون دولار في السعوديه. بعد قطع هجيب لك كلام. بس الحته دي. الاهلي دلوقتي لما بيفاوض بلاتي توريه هو ما بيلعبش في بيراميدز، وبيراميدز كده كده ما بيفكرش يجدد له. فالاهلي يخش في الصفقه يقول لك عشان انا خدته، انا خدت لاعب من بيراميدز ما خد مني حامد حمدان. طيب مش ده اللي انا بيحصل؟ عندي سؤال. اتفضل. الاهلي لو فرضا ان بيراميدز ما كانش دخل خلص الصفقه دي من الاهلي، حامد حمدان، حامد حمدان هل كان هيجي الاهلي من وجهه نظرك؟ انت شايف ان هو يلعب اساسي؟ لا بص، ما هو ده بقى، هو ده بقى اللي انا عايز اسمعها. الاهلي اصلا ليه دخل في صفقه حامد حمدان غير لما لقي ان الزمالك بيفاوضوا لمجرد انه يطلع برضه الصفحات تلم ريتش والاهلي يتكلم، والموجه الاعلاميه بتاعت النادي الاهلي جمال جبر يقول لك يدي اوامر الناس تتكلم وتقول وتعمل وتزيد، ويا جماعه يلا الاهلي عمل بوم وخد حامد حمدان من قلب الزمالك، حول الطريق من متعوبه للجزيره زي ما بيحصل في كل الصفقات. انت لاعب مش هتستفاد منه، هتدي له مرتب عالي، هتعمل لود عندك في المرتبات، انت كده عندك لود مرتبات عالي اصلا، هتقعده دكه. فانت دلوقتي بتتكلم في صفقات كدنسه، وان انت تضيع في المنافس بتاعك. بالعكس. ان انت تضيع في المنافس بتاعك ده حاجه طبيعيه، كل فرق العالم ده بتعمل كده، الطبيعي، ده ده الطبيعي. الطبيعي، انا معترف عادي. بكده، انا راجل قادر اجيب، انت مش قادر تجيب، دي حاجه ترجع لك. انا عندي بعرف اكسب فلوس، انت ما تعرفش تكسب فلوس، دي حاجه ترجع لك. بس هي انا مضى في المنافس بتاعي في مره في اتنين في تلاته في اربعه في 10 ماشي، انما انا كل منافسي ما يخش في صفقه كسر او مش كسر انا اخش جري اعلي سعر واجيبها. طب انت صفقات كدنسه. بالعكس. انا هعد لك يا علي هقول لك 10 ليه. صفقات في 5 سنين انا مثلا. هقول لك ليه، انا اتفضل. هقول لك ليه. السنه اللي فاتت لما امام عاشور اتصاب، حلو. مين عوضه في الاهلي؟ محدش. هي دي الفكره. حلو. لازم يبقى عندك حاجه اسمها عمق تشكيل. تمام. انا دلوقتي ما عنديش أنا عمق معاك. تشكيل. لما لعيب زي امام عاشور بيتصاب ما عنديش ليه بديل، فمين بديله؟
في الحاله دلوقتي زيزو هو الوحيد اللي ينفع يلعب في الحته دي. تمام. تمام. امام عاشور هنا لا احسن لا بكتير. لا يا صاحبي، ما انت جبت محمد علي بن رمضان. هو بس مش امام عاشور. محمد علي بن رمضان انت جايبه ب 3 مليون دولار بجد، هو مش امام عاشور. ما هو ما فيش لاعب في مصر زي امام عاشور. بس هي دي حلو. الفكره. هل حامد حمدان اللي هيعوض امام حامد عاشور؟ حمدان هو اللعيب الجوكر اللي هيلعب لك في كل الحتت دي، مش هو امام عاشور. حلو. بس هو في الاول وفي الاخر بيحط لك عمق في تشكيلك، هيجي في وقته اجباري هتحتاجه. طيب ليه ماشي، متوشته وليه اوقاته. حلو. زي هي تقسيمه مدرب في الاول حلو. وفي الاخر. بص يا صديقي حامد حمدان هو لاعب جوكر هتحتاجه والكلام ده كله. احمد رضا لما الزمالك فوضه، ده لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك قبل كده، كان من ناشئين الزمالك لما فوضوا من بتروجيت، الاهلي دخل خده. هل احمد رضا برده كان اللاعب الجوكر اللي هيعوض امام عاشور؟ ياسين مرعي لما الزمالك فوضه هو مدافع كان من ناشئين نادي الزمالك، كان واقف جنب امام عاشور واحمد عيد في الاغنيه بتاعت امام عاشور وانت فاكر، والاهلي دخل خده. هل النادي الاهلي كان شايف ان ياسين مرعي هو اللي يعوض رامي ربيعه بعد ما مشي؟ هل هتلاقي هلات كتير قوي. هتلاقي هلات الزمالك كتير قوي بيبص انا هفوض علي يجي الاهلي من بعيد، انا هفوض علي. بص اقول لك على حاجه، دي مش عيب في اداره النادي الاهلي، بس انا بقول لك دي بالنسبه لي هي صفقات كده نسا خلاص. والله مش الموضوع بدا مش يافور نفس الفكره. لا يا اسطى، الموضوع بدا يافور زياده عن اللزوم. انا ما احنا ما باخدش سمعناش كده احتياجاتي. مثلا في برشلونه لما ريال مدريد وبرشلونه كانوا بيفاوضوا مش عارف رودريجو ولا فينيسيوس وريال مدريد خطفوا وكل الكلام ده. ما سمعناش حبيبي. ما سمعناش كده لما برشلونه دي خد لقطة. نيمار من حلو كان عامل دي لقطه كل 10 سنين. لا، انا مش بضعفك لقطة عن كل طريق 10 ان انا سنين. بص يا علي، أنا لما انا خدت- هضعف علي امتى؟ انا هضعف الاهلي امتى انا كزمالك؟ مش بضعفك. يا ابني لا. انا اوريدي لما رحت خدت اسمه ايه ده ياسين مرعي، انا مين كان عندي في الدفاع؟ كان عندك رامي ربيعه، كان عندك كان عندي رامي ربيعه ماشي. ما انا هقول لك على حاجه. ماشي، طيب هقول لك على خلاص حاجه، عقده خلص هقول لك والراجل على مش حاجه هيجدد. هقول لك على حاجه. كان عندك رامي ربيعه ماشي، بس كان عندك ياسر ابراهيم مستمر، كان عندك اشرف داري مستمر، كان عندك اللاعب اللي انت جايبه أنا من كان عندي أشرف من داري زد ده، مستمر. من زد اسمه ايه؟ مصطفى العش. مصطفى العش مستمر. حلو. وانت كنت جايب احمد رمضان انا بيكهام. عايز لعيبه. انا دلوقتي معلش، كل نادي في الدنيا معرض ان هو يجيب صفقه وتفشل. ما هي مش صفقه وتفشل صفقتين يا جماعه. وتفشل، اللي يبص ثلاثة وتفشل. اللي يبص معلش، اللي انا يبص اللي... انا شفت اوقات نصب الصوان في نادي الزمالك ولا كانه مسمار بلدي. لا بص بقى، هنتفق اتفاق و20 و21 هنتفق لعيب. اتفاق علشان الناس اللي هتخش تشتم في الكومنتات هم كده الناس اللي حازلك، ده انا حاجه عارفها. بص يا عم علي، لا يا عم خالص، خلاص عشان اهلاوي. لا ما قناتي بس عشان اهلاوي. بص يا عم علي، انا مش بقيس دلوقتي اللي بيحصل في اداره النادي الاهلي باداره نادي الزمالك. انا كزملكاوي، ولو في مصر، لو مصر 120 مليون بني ادم، ده لو في 100 مليون زملكاوي من 120، فال 100 مليون نفسهم كلهم عارفين ان احنا غلط، يعني اداراتنا غلط. فانا ما بقيسش دي بدي. انا بقيس انا عايز اوصل لك وجهه نظري علشان بص الطبيعي ان اجيب صفقه وتفشل. ما هو أجيب غيرها. الصفقة. انا لما جبت احمد رضا ما عوضش امام عاشور. يا حبي، انت عندك الطبيعي ده ليه؟ عشان انا انت عندك كإمكانياتي الامكانيه إن انك أنا أقدر تغلط أجيب. مره واثنين وثلاثه بس و10. هي دي الفكره. ما حدش بيحاسبك. مش حته ما حدش لا، عشان بيحاسبني، انا في لا الأول لا لا والآخر لا بيخش لي لا فلوس. لا، ما هو عشان ما حدش بيحاسبك. الناس كانت بتشتكي تقول لك ليه الزمالك ما يتساواش بالاهلي في عقود الرعايه ومش عارف وفي ايه وفي ايه. قصه بقى مش بدايتنا دلوقتي، بس في الاول وفي الاخر في فرق، في جاب. انت قلت في الاول ان في قطبين في الكره المصريه، هو دلوقتي من ناحيه التسويق من ناحيه كل حاجه فهو قطب واحد دي حقيقه، اللي هو الاهلي. دي حقيقه. بس انا احب اقول لك على حاجه، انا كراجل زملكاوي بقولها لك، بيراميدز دخل على الخط بقوه كبيره. بيراميدز مش عارف ياخد مكان الزمالك، ومش عارف ياخد ولا مكان مكان الاهلي، الأهلي مش عارف ياخد مكان الزمالك ولا مكان الاهلي، ده مبدئيا. يعني ده كلام احنا بننكش بيه بعض. بص بس قبل ما تشتم وقبل ما تعمل اي حاجه، ده راجل اهلاوي وانا راجل زملكاوي، احنا جيران في الشغل واصحاب الحمد لله بقالنا سنين. هو لو الاهلي خسر انا بنكش عليه وبحط عليه تحفيل، هو لو الزمالك خسر بينكش عليه، يحط عليه تحفيل. يا جماعه ده وارد. ما حفلتش عليك ماتش الاتحاد. ما عشان كنا بنلعب بناشئين. طب ما هي فين المشكله؟ ما انا بحفل عليك. ما حفلتش على نفسي، ما حفلتش انا مسكتك. تمام. انت اللي مسكت مواليد، ما حفلتش عليك، انا حفلت عادي، انا حر. ما تنكرش ان احنا كزمالك بنعرف نحفل، احنا بنعرف نحط عليهم. دمكم تقيل قوي بصراحه. ما نحط، بنعرف نحط عليهم. قال لك احنا هنبطلكم تشجعوا الكوره بعد سوبر القرن ولا اي حاجه حصلت. ما بطلناش خالص احنا والله. في كتير قوي مننا بطل يتفرج على الزمالك. احنا اللي قعدنا نزيد بقى بعد انتوا من القضيه ساعتها بتقولوا حتى لحد دلوقتي. السوبر باشا قفشه رحمنا من زيتك كتير انتوا بس ما رحمكوش. ده حقيقي والله. فبص يا عم علي، انا اللي بتكلم فيه النادي الاهلي، افهم بقى وجهه نظري. النادي الاهلي على مدار سنين هو كده بيكسب بطولات، دي حاجه طبيعيه. بس الاهلي بقى عنده مشكله مع كابتن محمود الخطيب، مع احترامي الكامل ليه، انا مش بتكلم على شخصه، انا بتكلم على ادارته. الاهلي بقى عنده مشكله. ايه هي المشكله؟ ان الاهلي بقى عنده الشو بقى اهم كتير من مبادئ الفريق اللي انتوا صدعتونا بيها سنين. الشو والزيطه والمريطه بمعنى اصح بقت هي اهم حاجه. هو مقتنع ان ده هيعمل ضجه وبيعمل ضجه، بس ده اللي هيعمل لي ضجه اعلاميه وفكريه وبطولات، وكده كده البطولات هتيجي. فانا استغنيت، ما دام كده كده البطولات هتيجي، فانا استغنيت عن جزء كبير من مبادئ الاهلي اللي انتوا قرفتونا بيها حرفيا بقالكم سنين.
بتربوها لنا وبترسخوها في عقولنا. لا يا اسطى، ما انتوا بتقولوا على نفسكم النادي الوطنيه والكرامه. ما سيبك بقى من الكلام اللي انا بقول لك، احنا جه عندك مش يعني مسك في دماغك سيبك من الكلام بتاعي ده هوا. حلو. انت بقى الكلام بتاعك ده ارادوا يدرسونا في المدارس، النادي الاهلي نادي المبادئ والكلام ده كله. انا بالنسبه لي كنت طالع برضو من وانا صغير متربي في بيت ابويا اهلاوي وعمامي اهلاويه والكلام ده كله، فانا بقى حاطط في دماغي النادي الاهلي ده نادي المبادئ والكلام ده كله. انا نادي المبادئ دي اتهدد بالنسبه لي، عارف تتفق معايا وتختلف دي حاجه ترجع لك، من وقت حاجتين اتنين، من وقت تركي آل الشيخ، من وقت امام عاشور. نقطة باشا اقتنع. ايوه بالنسبة لنا ايوه انا برضو ما كنتش يعني ما كانش عاجبني حوار تركي آل الشيخ ولا امام عاشور. ولا ام عاشور. بص اغلب الاهلاويه اللي اهلاويه بجد اللي هم مقتنعين وبيفهموا التيشيرت يا عم فكك مش بقى عارف ايه يعني دلوقتي لا بقى لا بص عادي. دلوقتي احتراف، انا ما عنديش مشاكل بس دلوقتي احتراف. انا بالنسبه لي زيزو ده اللعيب ما كانش حد يعرفه، جاي من عند بيتهم بيلعب من المنيا، يعني الزمالك عملوا رجعوا على بني ادم كروي. هل امام عاشور ده بعد ما عقده يخلص سواء جدد او ما جددش او اعتزل في الاهلي، هل هيبقى ليه مكان في الاهلي بعد كده؟ ما اظنش هيبقى ليه. عارف هيبقى ليه ليه؟ علشان امام عاشور هو اكبر واحد في التاريخ عمل لك ضجه من ايام رضا عبد العال. مش زيزو على فكره، مش زيزو لا مش زيزو. امام عاشور يا جماعه، امام عاشور والله امام عاشور جاي من الدنمارك، بس امام عاشور هي اتعملت له بروباجندا بروباجندا على الجزيره. لا امام عاشور اتعملت له بروباجندا جامده. زيزو بقى كان مشاكل وراح وجه ولقى السفاره بعيدا عن كل كانت باينه. الاهلي بقى عامل ايه يا عم علي؟ بالنسبه لي ان ده اللعيب اللي انت بتتكلم ان هو عمل لي شو عمل لي بروباجندا، هو لعيب جاب لي بطوله يا باشا. هو يا باشا انا الاهلي بالنسبه لي يا علي الاهلي بقى يا علي الاهلي خد بطوله افريقيا 2013 ما كانش فيه كوره في مصر، كنت العب بمحمد نجيب ومش عارف مين. بعد 2013 انا قصدي اقول لك ايه نهائيين ولا مش عارف نهائيين. انا قصدي اقول لك ايه ان حتى لو ما فيش كوره اصلا انت هتاخد بطولات، ده طبيعي. هقول لك على حاجه مين بطل افريقيا السنه دي؟ بيراميدز. والاهلي خد الدوري بالعبط اللي حصل والنقط ومش النقط وسيبك من الكلام. الدوري المصري كده ما لعبش بيه، يعني الدوري المصري اصلا بقى رايح في داهيه. هو ده دوري رايح في داهيه اقسم بالله. احنا اللي بنضحك على بعض وبنضحك على نفسنا، يعني بنحاول نسلي وقتنا بننكش والدنيا سهله، لكن كدوري وكده مسرحيه ومعروفه يعني. مين بطل افريقيا؟ بيراميدز. كان اقوى فريق في افريقيا السنه اللي فاتت. هل الزمالك بظروفه باللعيبه اللي لعبت النهائي بكل الطرق كان ياخد الكاس؟ مستحيل. فانا كزمالك بكل الطرق هاخد بطولات. بص. انت كاهلي بكل الطرق هتاخد بطولات. انا ما عنديش مشاكل في دي. هي مش فكره كده، هي الفكره ان هي على حسب البطوله نفسها يا حبيبي. يعني نتكلم في ماتش بيراميدز ده. طب ما هي بص، هي دي بقى ميزه النادي الكبير بس كده. نادي زي الزمالك فانا هاخد كده هيعرف يعدي بيراميدز. بس انا هعرف اخد بطوله، انت هتاخد بطوله، دي حاجه طبيعيه. هو بيراميدز علشان ياخد بطوله هينحت. بص من بعد كمان نظام كاس العالم الجديد، فانت محتاج لعيبه عايز تصعد، عايز تعمل فمحتاج تجيب لعيبه حلوه. ما تقدرش بقى عليا بقى، مش كل ما اخد صفقه شغل بقى كدني سواء طلعت ياخده يعني واجري. طبيعي مليون في الميه. امام عاشور لما اتصاب في اول ماتش في كاس العالم اثر عليا في الماتش نفسه واثر عليا في الماتشين اللي بعد كده وخرجت من المجموعات. بص انا لما كنت بقولها السنه اللي فاتت لما تريزيجيه جه وزيزو كان جه يعني من في الانتهاءات الشويه اللي فاتت في الصيفيه، لما تريزيجيه جه وزيزو جه ومحمد علي بن رمضان وكان عندك بن شرقي وحسين الشحات كان جدد وامام عاشور ومش عارف، قلت لهم يا جماعه اهم لاعب في النادي الاهلي امام عاشور. دي الفكره بوم. انا عندي طلع بقى في ناس عندي في القناه اهلاويه يقول لك ايه انت بتحاول تداري على خيبتكم عشان يا عم. طب ما كنت داري اقول زيزو كان اهم لاعب. انا لما قلت يا جماعه زيزو بجد يعني اكيد يعني 100 عقبه على الجزيره. انا لما قلت يا عم علي ان زيزو مش هو اللاعب اللي يعمل فارق في النادي الاهلي فنيا، الناس قعدت عليا يا جماعه والله. لا هي دي وجهه نظري. بس مش هيبقى اللاعب السوبر مش اللاعب السوبر. ما هو زيزو لاعب كويس بس كويس جدا. عنده مجهود، انت عنده حاجات هتحتاجها بس هو فنيا. بص اقول لك على حاجه، هو كويس مش النجم. مش امام عاشور. هي دي الحاجات اللي انتوا كنتوا بتقعدوا تصدعونا بيها. مش انا. لا هقول لك على حاجه، والناس هنا شاهده وعارفه من قبل القناه ما تبدا. زيزو احسن لاعب في مصر. زيزو ده بقى ايه تعالى انت زملكاوي انتوا عشان عرفتوني اصلا. عشان الزمالك بجد ما عندوش لعيبه غيره. بس يعني زيزو ده في 2020 انا فاكر لما كان معاه فرجاني ساسي وطارق كان بيقعد دكه واشرف بن شرقي كان بيقعد دكه مصطفى محمد، ما كانش حد بيجيب سيره. كان بيقعد دكه يا اسطى حتى لما كان بيلعب مهما جاب جوان حلو ما حدش كان بيجيب سيره يا صاحبي. كان بيقعد دكه. هو ما كانش منافس كان منافس ضربات جزاء محمود علاء. كان بيقعد دكه. بس انا بقى كزمالك انا عندي برضه مشكله في الجمهور. ايه هي مشكله جمهور الزمالك يا عم علي؟ ده اللي احنا شايفينه كلنا، انه بيقعد ينفخ في اللعيبه بطريقه غلط يعني. يا عمي علي ده انا عندي لاعب اسمه انس اسامه ناشئ، لعب كوره قلشت منه جت في العرض، احنا بنزيد عليه لحد دلوقتي بقى لنا ماتشين، وده خليفه شيكابالا هننفخ الواد من دلوقتي. استنوا ما عملش حاجه، لعب 12 دقيقه. حتى لو مين نجم الفريق دلوقتي صراحه اشهد لك دي حقيقه.
اسامه ابو علي لما قال لك انا عايز امشي ومش عارف، قال لا يا باشا امشي دي حقيقه. امشي، مش هعطل بص عليك. مش انا بنتقد اداره النادي الاهلي وبقعد اقول لك الاداره النادي بتعمل كده سواء والكلام ده كله، انا مقتنع ان جمهور النادي الاهلي ما عندوش عزيز. ابن النادي رمضان صبحي ما عندوش عزيز. هي دي بص دي الأهلي حاجات ما عندوش بتخليك عزيز. تنجح. انا دي حقيقه يعني دي حاجات بتساعدك على النجاح. باشا، دي حقيقه وانا مقتنع بيها، بس نظام الاداره غلط. انا مقتنع ان نظام الاداره غلط. بص انا بالنسبه انا لي هتقول لي تاني مقياس بطولات الاهلي بياخد بطولات طول يا عمره. باشا هو اصل هو المقياس ايه؟ هي ملهاش مقياس غير كده. ما الاهلي كان بياخد بطولات طول عمره ايام مانويل جوزيه، الاهلي كان بياكل الاخضر واليابس. كان في لعيب بيطلع في الدوري ما بيروحش الاهلي. بس اقول لك على حاجه بقى، ظهر لك قوه جديده بتديني وبتديك على قفاك ماديا هي دي وشرائيا. الفكره. بس انت كده. بقى لازم انت بقى تحاول ليه تجيب انتوا ليه لعيبه. زعلانين بقى من أنا مش صفقة زعلان، حامد؟ انت مش بالعكس. زعلان، انا بتكلم على المجمل. يا باشا المجمل ليه كله في طالع الاول يزعل وفي صفقة الاخر. حامد حمدان في والاهلي الأول- بيفوت بلاتي توريه اللي هو اللاعب الدكه اللي ملوش لازمه في الأول 32 وفي- سنه دلوقتي في الاول وفي الاخر عشان يجيبه عشان في يرد على الاول الصفقه. وفي الاخر اصل الواد التوري ده هيجي يقعد معاك قد ايه؟ سنه ما هي سنتين؟ دي صفقه كده نسا سنه سنتين؟ بالكتير. طيب هو انا هحتاجه في طب يا السنه سنتين صديقي دول؟ لا مش هتحتاجه، لا مش هتحتاجه، لاعب 32 سنه قاعد دكه بقاله شهور، مش هحتاجه ما غير بيروحش السنتين. المنتخب مش بتاعه بعد ما هحتاجه كان. بعد اكتر من سنتين. طب انا اقول لك على حاجه، معنى انك تجيب لاعب سنتين اللاعب ده اصلا دكه في فريقه لمجرد انك ترد على الفريق ده في صفقه هو أنا ما خدها بردش منك على لاعب فريق. 22. لا ده بترد صفقه كدنسه. انا ما بردش على لا فريق. صفقه كيديه. انا بدور على لعيب. لا صفقه كيديه، لا صفقه مش هيفيدك. أنا واحد هو هل مقتنع. بلاتي توريه هيلعب على امام عاشور زي ما انت بتقول يا باشا بقى؟ مستحيل، ولا حميد طيب. حمدان. لا اله الا الله يا حبيبي. طب دخلت في حميد حمدان ليه؟ ما انا بقول لك لا ده ولا ده. انت بتقول ان بيراميدز حلو، خد انا عشان حمدان. اثبتك ان الكلام ده كله برضو ايه كان كده نسا من اول لما الاهلي دخل لما الزمالك كان فوت حميد حمدان. انت عندك نص الملعب محتاج حميد حمدان فيه عشان تخش مش انا تفوق. محتاج عمق في التشكيل، انت مش عندك- محتاج اساسي. انت ما عندكش أنا مش عمق محتاج في أساسي. التشكيله يا علي، انت عندك عمق محيط في التشكيله. انا يا ما علي. عنديش اساسي. ما هو لما تجيب حميد حمدان هتمشي مكانه مين؟ ما انت مش هتجيب حميد حمدان وهتقعده، هتطلع مكانه احمد رضا. طب مش أكيد احمد رضا ده حمدان. اللي انت جايبه من أكيد، 6 شهور في أكيد. صفقه برضو كان الزمالك بيفاوضوه. اكيد حميد حمدان ده اعلى من احمد رضا. يا حبيبي يا حبيبي خلينا متفقين في حاجه معينه. يا عم علي. مع ان انا واحد من الناس انا طيب. شايف ان احمد رضا ده كورته حلو. لا مش بس مش يعني حميد في حمدان. ناس مش لا، حامد لا، لا. حمدان. بس انا اقول لك على بس حاجه، كله اقول لك حلو. على حاجه، اقول لك على حاجه. ده بقى انا بقوله لك ان انت عندك القابليه يا عم علي ان انت تغلط مره واثنين وثلاثه وعشرة خلال سنه وتجدد الغلط ده وتمشي لعيبه تدفع لها مرتباتها حلو، وهي أنا عندك هعرف وتمشي أمشيه وآخد مدربين من وراه. علشان ما حدش بيحاسبك. ما هو انا مش همشيه ببلاش. لا هتمشيه انا ببلاش. ما بمسكش يا علي يا علي عقود. يا علي انت مش هتمشيه ببلاش، انت هتدفع له فلوس عشان تمشيه وهتدفع له مرتب زي رضا سليم دلوقتي. يا باشا انا هبيعه. زي مش هيتباع، مش همشي، هيتباع. مش همشي. ما هو اساس صفقه حميد حمدان دي كانت مش إيه؟ همشي يا أساس صاحبي. صفقه حميد حمدان يا اسطى انت سؤال. عارف بقى الغلط يا علي في يا علي إيه؟ يا علي الغلط في هو إيه؟ رضا سليم مشي من الاهلي ولا معار؟ الغلط في ايه؟ عارف الغلط في ايه؟ ان انت لما كنت هتجيب حميد حمدان ده كنت هتدخل مكانه احمد رضا في الصف. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ انما دلوقتي لما تروح تفوت بلاتي توري مش هتدخل مكانه حد في الصف. يا حبيبي هتبقى عملت احنا زحمه كده وكربسه. بنلف في نفس الدايره. ما هي انا نفس بسالك الفكرة. سؤال، انت انا بسالك سؤال، انا بسالك بتتكلم سؤال إن ورد الأهلي- عليا. ان الاهلي راح يفوض بلاتي توري، ماذا بعد؟ انا ممكن اسالك سؤال وترد عليا؟ اتفضل. مش بتقول لي انا هكسب فيه ومش عارف مش هطلعه ببلاش، انا تمام. هبيعه. تعال يا باشا بص أنا يا عم غلطت. علي بالراحه بالراحه بالراحه، سؤال بس وبسيط. رضا سليم يا باشا اتباع ما اتباعش في الاول وفي الاخر طول ما انا عندي القابليه ان انا اقدر. ما هو علشان ما حدش امشي بيحاسبك. اللعيب، امشي لا 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 اللعيب. لا لا علشان باشا. ما حدش بيحاسبك. لا. انا كنادي الزمالك كان هي عندي نفس استقرار لمده الفكرة. سنه وصلت نهائي افريقيا، اتحل المجلس بتاع اللعب اسبوع. اتحلم ده المجلس بتاعك ليه؟ ليه؟ علشان شبهه في فساد مالي. هو الزمالك ما فيهوش فساد مالي؟ طب ما هو بعد سنه بص ما تعكش بقى عشان الفيديو والنبي مش هنشوف دقيقه. تمام. بعد سنه النيابه طلعت قد ما فيش فساد مالي واحنا دلوقتي بنثق ما في فيش فساد النيابه. مالي؟ النيابه ما قالتش كده. انا نفسي وهي يقولوا النيابه كده. برضه اللي طلعت قالت كده. انا نفسي يقولوا كده. لا النيابه ما قالتش ان في فساد مالي، لو في فساد مالي كان حبسوه. ماشي يا باشا. طب ما هو الحل ليه؟ عشان الوزير شايف انه يتحل. هو الوزير ده ايه؟ لا الوزير عادي ممكن يحله. تمام. طب ما هو هو طاهر الوزير ابو ده زيد ايه؟ حل مجلس اداره النادي الاهلي. حلو. اللي الراجل حصل عنده بقى؟ الصلاحيه يا عم رجعهم تاني. لا ما حصلش، ما رجعوش تاني. لا ما رجعهمش تاني، ما تعكش. طب حل لا ما مجلس حصلش، الإدارة. ما عندوش بعدين. صلاحيه. هو طاهر ابو زيد حل مجلس اداره النادي الاهلي لوجود ايوه مش لشبهه. ساعه مرتضى منصور، مع ان انا ما بحبش مرتضى منصور، الناس كلها عارفه وانت اكيد عارف. ساعه مرتضى منصور مرتضى منصور الاسد. انا عمري ما جيت. انا عندي بوسات من 2015 كنت ماشي من مرتضى منصور. انا يعني انا بشوف أنا حاجات مرة على نزلت- صفحات الزمالك دي ما شاء الله. انا مره نزلت يا اسطى بص لمرتضى منصور كنت بقول لك من لا يكره مرتضى منصور لا يكره مش عارف مش فاكر معنى البوست يعني. اللي هم بيحب مرتضى منصور ما بيحبش انسانيه. ساعه أنا موضوع عايز- اخواتنا بتاع برج أنا العرب بجد بتاع سيبك من اي حاجه. هو مرتضى منصور ده هو اللي كان عامل لكم هو انجح رئيس نادي في نادي تاريخ الزمالك حرفيا. انا ما بحبوش يا جماعه، برضه كانت سياسته بس غلط. سياسته كلها يعني مش هو ده ينفع معاكم شتيمه ولا ده ينفع معاكم. مش هيتكلم بص في حته بص استمامه بص في بص حته. انا أنت انا فاهم؟ هسالك سؤال قبل ما نقفل بقى الحلقه دي وقبل ما تشوف شغلك واشوف شغلي. يا عم علي النادي الاهلي دلوقتي عنده كولر بيدفع له مرتبات صح وهو مش موجود معاه. عنده ريبيرو دفع له مرتب وهو مش موجود معاه عشان يمشيه.
عنده مرتب رضا إيه؟ سليم، رضا سليم متقاعد على ذمه النادي الاهلي دلوقتي، راجل ماشي، معار. انت لما بتفسخ راجل العقد معار. بتعمل مش ايه؟ مش بفسخ العقد يا باشا، افسخ العقد يا علي، ادفع له 3 مليون دولار في غلطه بسبب واحد كتب حاجه غلط، دفعت السنه وشهرين كمان 3 مليون دولار، مين اللي حاسبك؟ مين اللي هيحاسبني انا؟ طب ما هو مين هيحاسبني على اللي داخل؟ ما هو انت ما تحاسبنيش على اللي خارج بس. لا انت نادي حكومي، انا بحاسبك على داخل واللي خارج. طب حلو، انت بيراميدز انت بقى هتقدر دلوقتي تحاسبه. كده عايز تحاسبني على اللي خارج بس، لا مش على اللي داخل. لا حبيبي، لا انت الواجب بتاعك كنادي حكومي تدخل. انا ليه بيهدوا في نادي الزمالك؟ عشان ما بيدخلش. ما هو بيهدوا نادي الزمالك عشان ما بيدخلش. ما بيدخلش وعليه ديون. ما هو عشان ما يا بيدخلش باشا انت المصالح الحكوميه نفسها صبر عليك بقى لها قد كده. يا حبي هو لو بيدخل وعليه ديون هيتكلموا معاه؟ ما هو بيدخل. انت بتدخل لمين؟ ما هو بيدخلش اصلا. انت ما بتدخلش ومسدد بدخل عجوزات بالسالب. وعندك عجوزات ما بدخل وعندك بالسالب. ديون للحكومه فانا نفسها. بقول لك، انت بتقول لي الوزير يعني انت عنده دلوقتي- الصلاحيه انه يحل مجلس اداره انا الاهلي. لا انا هقول لك بس دلوقتي- قبل ما انسى، صلي على افتكرت النبي دي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. الوزير عليه الصلاه والسلام لما طاهر ابو زيد حل مجلس حسن حمدي، مش لشبهه في فساد مالي، ده لوجود، ده كلام هو طلع قاله، اكيد انت سمعته ومصر كلها سمعته، تمام. لوجود فساد واخطاء ماليه. ايه بعدين؟ اللي حصل؟ ايه وبعدين؟ اقول لك انا ايه اللي حصل. قول لي. اولا يا عم علي، مم. هو ما رجعش مجلس اداره الاهلي، تمام. ده رجع مجلس اداره النادي الاهلي، يعني مجلس اداره النادي اتحل بقرار وزاري، فرجع مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي اتحل بقرار سيادي. قال لك حل مجلس اداره النادي الاهلي واعاده تعيين مجلس اداره النادي الاهلي المنحل كمجلس مؤقت حتى نهايه الدوره الانتخابيه. تمام. وتعزل طاهر ابو زيد تاني يوم، شالوه من الوزاره خالص. تمام. مين بقى الوزير اللي هيقدر يعمل كده في النادي الاهلي تاني؟ لما وزير من ابناء النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي الاساطيريين لما مارادونا النيل عشان نلاقي لحد ما اخطاء تثبت ماليه ده. في النادي الاهلي شالهم. لحد ما تثبت ده. انت ايه الثبات عندك ان انا عندي فشل اداري وفشل مالي؟ حلو. انا كان ايه ثباتهم لما فعلوا مرتضى منصور الديون اللي عليك قد كده للدوله نفسها. ديون لا ساعتها كان فساد مالي وشبهه ماليه، ما كانش ديون، مش بتكلم في ديون، كانت شبهه ماليه اللي هي اختلاس وقعد ما سجلتش والكلام ده كله. حبيبي طب محكمه ما في عقول ما اتسجلتش؟ يا علي راجل انت بتنسى العقود في العربيات وبتعمل حاجات غريبه. النيابه العامه اقرت بعد السنه ان مفيش شبهه ماليه ورجع مرتضى منصور تاني، فمعنى كده انه ما كانش فيه برضه اثبات. طب حلته ليه؟ عشان وجود شبهه ماليه. طب هو ليه الاهلي ما اتحلش عشان وجود شبهه ماليه؟ طب ما هو اتحل. طب يا راجل لا اله الا الله. هو هو انت لما صلي على النبي قرب هنا بس عشان تبان في الكاميرا عشان الناس تعرف شكلك. انت مصدق نفسك؟ صلي على النبي. انت مصدق نفسك؟ صلي على النبي يا عم. ماشي. انا همشي معاك بمنطقك وبكلامك. منطقي، ده حقيقي، ده واقع، ده يا حصل. عم انا همشي معاك بوجهه نظرك. مش وجهه نظري حبيبي، وجهه نظري دي لما نتكلم في حامد حمدان ده مفيد ولا مش مفيد؟ انا بتكلم ده كلام حقيقي واقعي حصل. وجهه نظر جميع الزملكاويه يقول لك سيد عبد الحفيظ انا جامد يا سيدي، انا جامد وماذا بعد؟ انا جامد عشان بكسب، انا جامد عشان بعمل فلوس، انا بدخل وبسد ديون. يا حبيبي انت كده هتكسب وبتكسب يا حبيبي. ما هو انا لما زي ما انا كسبت وهكسب وبكسب. صلي على النبي. انت ما عندكش حد يحاسبك في الغلط، فعندك القابليه انك تكمل. بالظبط كده. طب ما ده غلط. ما هو دي الفكره. انا لما بكسب بدخل، فعندي القابليه ان انا اغلط طالما انا كده اوريدي لسه بدخل فلوس. طب انا هسالك سؤال. كل ميزانيات الكره في العالم ما بتكسبش. تمام. ريال مدريد بيطلع الميزانيه بتاعته خسرانه بالسالب. ما كانش عمل الاستاد. برشلونه ما بالسالب عشان كده. عشان بيعمل استاد. برشلونه الاسباني عنده عجز في الميزانيه فوق ال 500 مليون. ده برشلونه كده عارفين قصته كلها. ما انا هقول لك على حاجه، فرق الدوري الانجليزي كلها بلا استثناء مسموح لها بعجز سالب في الميزانيه، مش عارف بيوصل ل 150 مليون. تمام. صح. عجز سالب كل سنه. تمام. فمعنى كده ان الادارات ما بتكسبش من الكوره، مش من البطولات. تمام. ففي حاجات تانية بتكسب. حلو. الحاجات التانية بتكسب دي. انا مقتنع ان الاهلي جامد، بيعرف ياخد الحاجه اللي هو عايزها، بيعرف يعمل اللي هو عايزه. بس ليه يا علي بيعرف يعمل اللي هو عايزه؟ هقول لك انا ليه. انت راجل شغال في محل ملابس. تمام. انت راجل مدير دلوقتي، اللي هيجي بعدك اللي شغال تحت منك هل هو ليه الصلاحيه انه يتكلم معاك؟ طبيعي. فانت اللي تحت منك طبيعي يتكلم معاك؟ يتكلم معاه في لا. هل انت بقى ما عندكش القابليه انك تغلط مره واثنين وثلاثه واربعه لو ما حدش بيحاسبك؟ طبيعي. طب انت بتغلط مره واثنين وثلاثه واربعه عشان ما حدش بيحاسبك، فعادي. تمام. انا كله بيحاسبني سواء غلطت او ما غلطتش، ده اللي مزعلني. بص يا علي، انا ما عنديش مشاكل تحاسبني وحاسبك. احاسبك وحاسبني ماشي يا عم، انا همشي معاك بنفس الطريقه اللي انت بتتكلم فيها. احاسبني وحاسبك، انا ما بحاسبكش، انت كده ما بتضرش منك، ما باخدش من وراك حاجه. لا انا مش عليك انت كاهلي، انا بتكلم في حته الضرر. انت كاهلي. انما انا كحكومه من حق احاسب الزمالك طبيعي، لان الراجل ده ما بيسدش فواتيره للحكومه. مش بتكلم عن الحكومه برضو،
عشان ما نعكش في الكلام، عشان احنا هنتكلم كلام عام واللي يفهم يفهم. انا بتكلم في النقطه بتاعت الماديات. بص يا علي، بص يا علي، انا في 2020 واحنا ايه اللي ودانا الحته دي؟ احنا بنتكلم في حميد حمدان. مش عارف الكلام ده ببعض اهو. مين بودكاست بقى سموه زي ما تسموه. بس احنا وصلنا للدقيقه كام كده؟ كام؟ احنا بقالنا كتير لا قوي. يا عم ده 25 دقيقه، انا بصورها في فيديو. انا يا عم علي دلوقتي لما نادي الزمالك في 2020 كان نادي قوي، لعيبه، كان اكتر نادي في مصر عنده لعيبه حلوه، وانت عارف وانا عارف وكلنا عارفين، كان مدجج بالنجوم. طب عشان عايز افهم، انا عايز ايه اسال بس اللي النقطة حصل في قبل النادي؟ 2020. عايز اسال ايه اللي حصل في النادي؟ ايه اللي حصل قبل 2020؟ يعني ايه اللي حصل قبل ايه اللي حصل قبل 2020؟ 2020 كان عندك مين؟ ومين اللي جابه؟ يعني ايه من اللي جابه؟ يعني كان عندك ايه اللعيبه اللي كانت عندك ومين اللي جاب لك اللعيبه دي؟ عشان قصدك تركي آل الشيخ يعني؟ لا تعالى لي بقى، تعالى هي نفس تعالى لي الفكرة. بقى. هل معلش السؤال ده كل واحد اهلاوي يتفرج عليا، حكم ضميرك ما تحكمش لسانك، لا اهدى. وما فيش واحد زملكاوي برضه يجي يشتم في راجل، لا عيب، ده راجل ضيفنا. انا بسال سؤال، هل قدر تركي آل الشيخ في مداخله واحده انه يطلع يذم في اداره نادي الزمالك يقول انا جبت لكم لعيبه؟ ما حصلش. تركي آل الشيخ طلع ومعاه شوبير قال اداره نصابه وحراميه وعطت لهم، ولما جت سيره الزمالك واتقال له ما انت وديت فلان وفلان، اتقال ايه يا عم علي؟ قال ايه؟ انت عارف وانا عارف. قال يا إيه؟ جماعه انا اديت لهم جروس وفرجاني ساسي وحمدي النجاز مقابل علي جبر واحمد الشناوي واحمد توفيق، اخدهم لبيراميدز. صح ولا انا بكذب؟ حصل. خلاص يبقى انت مالكش عليا جمايل. فين القابليه؟ فين القابل؟ ما هو انت دلوقتي جبت لعيبه مرتباتها عاليه والراجل سحب ايده. ده هو اللي كان بيدفع. سحب ايده. حلو عارف ليه؟ ليه؟ عشان بعد نهائي الكونفدراليه جروس كان واقف جايب شنطته للاستاد. الراجل خد شنطته وطلع على المطار. يا حبيب قلبي انا ما عنديش مشاكل انت بتقوله. هو الراجل كتركي آل الشيخ مالوش عليا جمايل. هو نفسه معلش يثبت عليا جمايل. هو نفسه طلع قال انا لما بعت هديه لمرتضى منصور قال حولها على خزينه النادي باسم النادي، ماليش دعوه، مش هاخد منك حاجه. حلو. صح. تمام. كلام جميل. انا بتكلم بقى، انا عشان بس ما نطلعش من المصدر بتاعنا. انا خدت منك ايه واديتك ايه؟ انا مالي؟ انت راجل مغفل، دي مش بتاعتي يا باشا. انت راجل مغفل مش بتاعتي. انا بتكلم في انت راجل ما تجملتش عليا. مرتبات اللعيب اللي طلع ده كان مرتبه كام واللي دخل مرتبه كام مع ما هو فرق العمله. المرتب ما هو فرق العمله ساعتها كانت الدولار يا علي مش عارف ب 11 جنيه و12 جنيه، فكانت ماشيه. اوريدي في فرق عمله. لا يعني واحد المليون ب 10 مليون يا حبيبي ماشي. ما هو طارق يعني احمد الشناوي كان بياخد كام؟ كان بياخد 10 مليون في الزمالك. فرجاني ساسي كان بياخد كام؟ مليون دولار في الزمالك. مستحيل. لا كان بياخد مليون. عارف ليه؟ في اول سنه كان بياخد مليون. عارف ليه؟ في اول سنه. عارف ليه؟ اكبر دليل ان الراجل ده اتباع بعديها، لانه ما كانش مفيش فلوس اصلا. الراجل مش عارف يجدد. هو ما اتباعش، عقده خلص وما كانش عارف يا حبيبي يجدد. ماشي. ما هو كان مليون و100 مليون و200. ما هي المشكله ان هو ما اتباعش. ما هو انا عايز اكمل بقى ليه ما اتباعش. انا عايز اقول لك انا بيحصل لي المشاكل دي ليه؟ ما انا عايز اكمل في دي. انا في 2020 هي لما نفس كان فكره زيزو يا حبي بجد. هي نفس لا فكره زيزو دي كارثه. ما اتباعش. لا زيزو دي كانت الراجل ده كان جاي له من السعوديه وفي 6 مليون. زيزو دي كارثه لازم اداره الزمالك تحاسب عليها. انا ما عنديش رفاهيه في الغلط. انا بتكلم بقى على في 2020 يا عم علي. انا كان عندي اداره نادي مستقره، حلوه او وحشه، فمش هنتكلم في الاداره، انا هتكلم في اللعيبه اللي كانت موجوده. هل في فريق في مصر كان افضل من نادي الزمالك كعناصر؟ لا، كلنا فاكرين. ايوه يا باشا كافراد. ما انا هاجي لك في الكلام بقى، هاجي لك في الكلام. هو ليه يا عم علي النادي الاهلي كمل والزمالك ما كملش؟ انا اقول لك ليه. حصل ايه بقى يا عم علي ساعتها؟ نادي الزمالك عنده لعيبه جامده كتير. رحنا شايلين مجلس اداره نادي الزمالك وجبنا مجلس معين. صح؟ حلو. المجلس المعين ده عمل ايه بقى؟ اقول لك، قول لي انت عمل ايه والنبي. لا انا عايز اسمعها منك انت كراجل. انا اقول لك عمل ايه مجلس معين. انا اقول لك المجلس المعين عمل ايه. باع مصطفى محمد. صح؟ باعه بكام؟ ب 4 مليون يورو. حلو. ساعتها لما كان اليورو مش عارف ب 12 جنيه برضه. مش بتكلم بقى في ايه؟ انا مش بتكلم في بكام، انا بتكلم في ان انت فضيت ايه من الفريق. بص يا معلم، هو انت فضيت باع إيه مصطفى محمد وجبت بعديها ايه؟ ما جابش حاجه. ما هو انت جاب لي سيف ادريس الجزيري، الله يبارك لك، خدوه. ما من ساعتها هو عندي. لا ما هو جاب ايه؟ ما هو حسين برضه كان جايبه لما كان لاعب مؤقته. طب انا جاي لك في الكلام على اساس انا بس عايز ايه اللي حصل ساعتها من اللجان المؤقته. انت باعوا عاشور يا حبيبي. طب امام عاشور اتباع كمان بعديها في مرتضى منصور. ما انا هكمل الكلام. بعت مصطفى. لا ما بعتش مصطفى، لجنه معينه بعت مصطفى. ايوه انا بتكلم ان مرتضى منصور ساعتها امام عاشور. بعت لاعب وراه مش عارف 3 مليون يورو ساعتها كان ب 90 مليون جنيه او 100 مليون جنيه. انا مش بتكلم برضه في الرقم اللي اتباع منه، انا بتكلم في ان انت فضيت الفريق بعد 2020 في اللجان، في الفتره بتاعت اللجان المؤقته. يعني مرتضى منصور كان سايب. اديني بس كده. ما انا هاجي لك، اديني فرصه اقول لك. مصطفى محمد مش دعوه بكام بقى. لا دي بكام؟ طب انا هقول لك بكام. بعت مصطفى محمد ب 4 مليون يورو. حلو. خدت 2 مليون كاش و2 مليون قسط. تمام. قول خدت ال 4 مليون كاش. تمام. اديني بقى ثانيه واحده بس، ما تقطعنيش واقول لك حاجه. كده عندك مصطفى محمد
بن شرقي ما عرفتش يجدد له، مشي في عهدك. فرجاني ساسي ما عرفتش يجدد له، حلو. مشي في عهدك. اه النجاز مشي في عهدك، كان ليا فلوس عنده واتحكم لي، وانت رحت سويت معاه فلوس واديت له فلوس، على انا ليا فلوس، اتحكم لي فلوس اول مره في حياتي تحصل، اتحكم لي بفلوس. راحت المجلس الاداره قبل ما يطلع القرار ان انا ليا فلوس بيوم، راحت سوت معاه واديت له فلوس، تاني يوم طلع لي انا ليا فلوس. طيب. ده كل ده في عهد مين؟ في عهد حسين لبيب، لما كان لجنه مؤقته. يبقى انا بعت اكتر 4 نجوم في الفريق ساعتها ب 4 مليون يورو. هو دلوقتي في واحد اتباع ب 4 مليون يورو، الباقي راح مشي، الباقي راح مشي. هل اللي ما هو مش الموضوع مش كده يا حبيبي. طب انا الموضوع ان قبلها بشهر بشهر امير مرتضى منصور كان طالع بيقول لك يا باشا انا بجدد وانا بعمل، واحنا والمنافس بتاعنا مش عارف يا حبيب قلبي. طب ما دي حقيقه يعني، ما هو معنى كلامك ده يا عم علي ان انا لما كان الاداره عندي اللي قبلها برضه ما كانتش ناجحه. لا ليه ما كانتش ناجحه؟ ليه؟ لانها ما عرفتش انا لما كان عندي على استقرار هو ما الفريق. قعدش. لا ما قعدش الاداره اللي بعدها، ما هو في وقت الازمه لما كانت الناس كلها عقودها بتخلص الاداره دي اتشالت. ما هو ما ينفعش انا كلاعب يا عم علي محترف الاداره ان انا ما ينفعش اسيب لعيب محترف عندي لاخر 6 شهور زي برضه ما حصل مع زيزو، يعني نفس الفكره. طب ما انت عندك بس كام عديان يا باشا اصل انا هعرف اجدد له. لا مش هتعرف تجدد. ويا عم لو ما عرفتش اجدد له، ما انا عشان كده داخل اجيب حامد حمدان، ما هي نفس الفكره، انت بتلف في دايره مقفوله. هيلعب جنب مروان عطيه، هو هنحشر اي لعيب وخلاص يا باشا. ما انت عندك، انت كده عندك تنويع في اللعيبه، هتعرف تجيب هتعرف تعمل لهم خطه عليهم. طب ما انا اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي. بعدين معلش انا عايز افهمك حاجه، لو هي في النقطه دي فانا عادي ممكن العب ب2 تمانيات والعب بمروان عطيه لوحديه. انا بلعب في الدوري المصري وانا بلعب في الدوري الانجليزي يا عم ماشي يا عم، انت ما بتلعبش في 6 خالص، هتنجح برضه. ما هي دي الفكره. ما انت عندك ده لعبت ال3 التمانيات هتجيب هجيب اجوان وهكسب. تريزيجيه وبن شرقي، واحد فيهم بيلعب 8 والتاني بيلعب طرف، ومش مش عارف طرف. طب ما هي دي الفكره، فكده كده. طب واحمد رضا يا باشا احمد رضا موجود. طب وقفشه ليه البديل؟ لا قفشه ده لازم يتكل على الله، قفشه ده لا يصلح للعب كره القدم. ده رحمكم من بعد 2021 رحمكم بقاله 5 سنين من زيتا كنا قسما بالله هنفشخكم. الحمد لله. عايزين تمشوا. ما هي دي الحسنه الوحيده اللي عملها. ما خلاص اصل الحسنه الوحيده اللعيب ما بيقدريش حاجه. بتاع هو لعب موسم 20 قعد 2020 كان كويس، و2021 من بعد كده قدم لي اي حاجه. انا بقى مستغرب ازاي قفشه وطاهر دول لسه موجودين في الاهلي. حسين الشحات شويه فوق شويه تحت ماشي. حسين الشحات كمان 34 سنه بس برضه خلاص ما بيلعبش وبيتنك على الاهلي 20 مليون. بس هي خلاص هو الراجل عايز يحط لا بص، انت لو هتعد حته برضه ان هو ايه لعيب حلو للجمهور، وهي اخر عقد كبير هيعمله. السنه المره اللي فاتت برضه كان قال لك اخر عقد كبير هعمله. انت لو هتحط لعيبه لازم تمشي يا عم. لا لا حاجه. هو اداك ماتش الزمالك. طب وانا مش محتاج اكتر من كده صح؟ لعيبه بتبقى قاعد 10 سنين ما يلعبش غير ماتش الزمالك. كان مثال على حسنا. انت لو تفكر يا جماعه مش عماد متعب مهاجم حلو، اهدوا اهدوا. بس مرسي لعيب الموسم الحاجات اللي بتعمل ضجه دي مش متابع والله. النادي الاهلي لو هتتكلم على عدد لعيبه لازم تمشي منه، فانت السكواد بتاعك لو 30 لعيب قسما بالله فيهم ما لا يقل عن 15 لعيب ما يستحقوا يلعبوا في النادي الاهلي. سامعك حاجه في لعيبه كتير قوي مستواها رايح. هي دي بقى لا يا صاحبي بيجي لك ماتش في الموسم وده غلط. انت المشكله ان انت عندك لازم يبقى عندك 18 لعيب. انت بتتكلم في ان انت عندك 14. ارجع بقى تاني عشان بعد الله الفاصل ده. انت لو رجعت عديت اللعيبه اللي انت بتتكلم عليها بتديني ورايحه جايه دي بتديك ماتش 2 3 في الموسم. يا جماعه الاهلي قسما بالله عنده لود مرتبات يا جدعان. 18 انا المفروض يبقى عندي 18 لعيب ما يفرقوش عن بعض. حلو. انت بقى عندك دلوقتي 18 لعيب وحشين. انا مثلا عندي 18 انا عندي دلوقتي قايمه مثلا. انت بتعدهم؟ انا دلوقتي عندي قايمه وليكن فيها 30 لاعب، مش هنتكلم عن منهم 5 6 حلوين. لا 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 احنا مش هنتكلم عن حراس المرمى. تمام. اركن 4 حراس مرمى على جنب. تعالى في الدفاع. انت عندك مين في الدفاع؟ انا مبدئيا عندي خط الدفاع ده، عشان كده هي دي الفكره اللي كنت بتكلم فيها في حته ياسين مرعي من شويه، قلت لي برضه زيه زي اللي موجود، يمكن اوسخ، ما ادانيش فرق يعني. يمكن اوحش. بالنسبه لي الحاجه اللي عامله لود مثلا في المرتبات وليكن هي اشرف داري، لعيب محسوب عليها اجنبي. انت عارف اللي طلع اخبار واللي قالها شادي حبشي واسلام اسمه ايه الثاني ده اللي بيطلع مع شادي حبشي؟ وانا اخر حاجه سمعتها ان هم مش عارف مديله له فتره سماح مش عارف قد ايه كده، وبعد كده لو اللعيب ما اقنعش يسترب هيمشيه. مش قال لك انا مش همشي. مين اللي هيديني مليون ونص هو مين هيديله فعلا الرقم ده؟ انت جايب لاعب احتياطي في بريست الفرنسي بياخد $1,600,000 في الشهر في السنه وعايز تمشيه؟ طب ما عادش اديله الرقم ده، مش همشي هقعد لك. حاول نطلعها. فانت تكلمني خط الدفاع كله اللي يصلح يلعب في النادي الاهلي محمد هاني وياسر ابراهيم على مراحل. محمد هاني هتقولي لي وحش يا جماعه؟ مفيش غيره في مصر. مين هو يعتبر احسن باك يمين بعد الشيبي طبعا. مصري في مصر. فانت هتتكلم ان هو محمد هاني وياسر ابراهيم
باقي ما باقي في خط الدفاع اقسم بالله ما يدخل ذمتي بشيلان باخدهم معاه دوري كانوا رمضان. موجودين. انا واحد من الناس عمري ما اقتنعت برامي ربيعه ده كمدافع، يعني حتى لو رامي ربيعه تخيل بقى ان رامي ربيعه ده انت مش عارف تعوضه. هي المشكله في اشرف داري الاصابات تخيل مش عارف تعوضه بجد، انما رامي طيب. ربيعه ده كان يعني بالراحه على قد ما اصاباته كانت كتيره. بالراحه كده احنا طلعنا اتنين في خط الدفاع. خط النص انت عندك ديانج طبعا ممتاز، امام عاشور طبعا ممتاز، محمد علي بن رمضان يمشي. لا بالنسبه لي يمشي. لعيب حلو قوي لا بجد. محمد علي بن رمضان ده يا جماعه من اكبر الخوازيق اللي لبسها النادي الاهلي. انا شايف ان هو لعيب وعلمه حلو. على كلامي اقنعني نوعا ما فتره كاس العالم في الدوري، يعني انا جايب في لاعب اول محترف الدوري. عشان يلعب لي ماتشين. ما هو مش هيلعب لي ماتشين. طب ما هو انت الراجل خليت يعني لعب قد الزمالك إيه؟ كده. ما هي دي انا بقى. بص يا جماعه عشان ما تجيش لي بقى في الاخر في الكومنتات ايه انت عندك مين في الزمالك، انا الفريق كله يمشي. اهدى على حالك احنا بنعد في عايزين نمشي ال 30. احنا عايزين نمشي الاداره. عايزين نجيب حد جديد. فانت عندك نص الملعب بالنسبه لي وجهه نظري انا حر، انت حر برضه. محمد علي بن رمضان يمشي، قفشه يمشي، احمد رضا يمشي، الناس دي كلها سكه، كوكا يمشي. كوكا ده اللي الاهلي بيتحايل كوكا ده لازم عليه، يحصل انت متخيل الدبوس. الاهلي بيتحايل عليه بجد أنا مش وهو عارف. هو بيتنك على الاهلي. انا بس عايز اعرف حاجه، ودي رساله للناس اللي في قطاع الناشئين. مين اللي قبل كوكا كلاعب كوره يصلح للعب الكوره ويصعده فريق اول؟ حبيبي انت مش مشكله في مين اللي قبله؟ الناشئين. مين اللي قبله اصلا ولعبه مراحل سنيه؟ يلا مش المشكله في قطاع الناشئين دلوقتي، النادي الاهلي بيتحايل عليه عشان يجدد وهو مش راضي وعايز يمشي في هل يناير. عشان يجدد؟ اه عشان يقعد لحد اخر السنه وهو قال لك لا انا همشي في يناير. يا ريت يمشي دلوقتي. احنا في يناير اهو، النهارده 2. الحلقه ده ان الجمهور كله شايف الصح والاداره بتعاند. الادارات عامه بتعاند. يعني كان كوكا والدبيس. هو انتوا خايفين، انتوا كاداره النادي الاهلي خايفين لحسن كوكا يجي لنا؟ يا ريت والله. مش عايز يا عم، مش كنت بتفضل محمد شريف؟ مش خليه مع عايز. كوكا. فانت عد كده اللعيبه اللي تمشي. خط الهجوم بتاع النادي الاهلي مبدئيا محمد شريف يمشي. محمد شريف يمشي، محمد شريف ده مبطل كوره من 2022. وجراديشار يمشي، هو قفشه هو الاثنين مع بعض. وجراديشار يمشي. فانت لو عديت معلش ادي عندك اثنين في النادي الاهلي في بص، الدفاع. احنا لو هنتكلم امام عاشور، جراديشار زيزو، كان بن شرقي. انت عندك 10 لعيبه يعني يقعدوا. جراديشار اول ما جه الاهلي كان لعيب حلو. ما هو كان بس ما بقاش. اللي بيحصل بقى ما هو شويه طالع مش شوية طالع بس أنا نازل، دلوقتي مش طالع أنا نازل، هو بقاله دلوقتي فترة كأهلي- نازل. انا دلوقتي كاهلي مش هحتاج لعيب مستوى نازل بجد. في لعيبه يا كتير جماعه قوي يا المفروض جماعه تمشي. يا جماعه احمد عز قال حته حلوه قوي. احمد عز ده راجل برنس اقسم طبعا بالله. طبعا. احمد عز ده تقريبا تتفرج كان عليه كان, كوباية كان, الشاي كان في تقريبا إيدك. مع شادي حبشي برضه. بحب اسمع البودكاستات بتاعت الناس دي قوي. قال لك ايه؟ قال لك انا بيتسمح لي ب5 لعيبه اجانب فوق السن، وتقريبا 2 تحت السن، 1 فلسطيني او 2 فلسطيني، فانت بتتكلم في 8 9 لعيبه مش مصريين. قال لك ان اللعيبه المصريين كلها بقت شبه بعض. حصل بجد. فانا ما اخشش في لاعب اديله رقم مهول لمجرد ان هو يجي عندي الفريق. لا يا باشا انتوا كلكم شبه بعض. فانا هبني الفريق بتاعي على ال8 دول يا علي، على ال8 الناجحين دول. يبقى انا عندي الفريق حراسه المرمى كده كده مش هينفع يبقى فيه اجنبي، فانت في عندك 10 قدام، في منهم 6 ينفع يلعبوا، 5 اجانب و1 فلسطيني، 6 من ال10. فانا ال4 التانيين هاخد السوبر في الدوري، وال5 التانيين اللي هبني عليهم الفريق، والباقي كله يبقى ايه؟ سكواد ديبس. انت عارف المشكله في ايه؟ احنا عندنا ما بنعملش كده، احنا عندنا بنجيب الاجنبي يا جماعه بيقعد دكه. دي بقى يعني بجد دي انا كارثه. عشان اجيب لعيب اجنبي، اللعيب ده ما ينفعش رجليه تتشال من الملعب غير لو اتقطع. ده عندي هو اللي بيقعد دكه والمصري نص كوم اللي بيلعب. تخيل النص كوم بيلعب. ممكن مع اقعد كده اللعيب ده ربع قط بقى. الفلسطيني، ممكن اقعد اللعيب الفلسطيني عشان بيتحسب مصري. عشان بس مع العلم لو خد بالدولار ما قعدوش. ما هي دي بقى الفكره. انا مش هستفاد بانه محسوب ايه. كده كده انا دلوقتي بالنسبه لي كاداره نادي اللعيب ده محسوب اجنبي. انت بقى هو بالنسبه متخيل لاتحاد الكوره محسوب مصري بس هو بالنسبه انت لي متخيل ان محسوب في الاهلي وفي الزمالك الاثنين الاجانب بيقعدوا دكه؟ مش 1 و2. انت قول لي مين في أنا الاهلي اساسي بيلعب اساسي من انا الاجانب؟ شفت برنامج قبل كده برضه كان تحليل حاجه كده، وطلع قال لك لما الاجنبي يبقى قاعد دكه لازمته ايه؟ ده انت متخيل؟ قول لي مين في مش عارف الاهلي، كان مين اللي قالها، باين انا سمعتها مين في حتة الاهلي اجنبي الشاكر بيلعب والله. اساسي؟ مفيش ولا لعيب اجنبي. ديانج مفيش ساعات غير وساعات. غير بن شرقي بن شرقي الفتره ساعات الاخيره. وساعات. هو الفتره 50% الاخيره بقى بيلعب اساسي. لكن الباقي مفيش. هو تقريبا من ساعه ما جه 70% ما ادوش لعيبه اساسي. هو بس جه فتره بتاعت ريبيرو دي تقريبا كان مخصم معاه او في حاجه. ريبيرو ده مش عارف جبت ليه والله. والله ولا انا، ده جميل. اقصى انجازات ان هو درب مش عارف اورلاندو. فبقول لك الاجانب. تعالى بقى في الزمالك، مين الاجانب في الزمالك؟ شيكو بنزا ما شاء الله، شيكو بنزا وسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري وبزيره ومين تاني؟ وانا بالنسبه لي وبنتايك. انا في وجهه نظر بالنسبه لي معاه قسما بالله بزيرة ده الاهلي ما يطلع اقسم بايات الله سكة. لعيب على قده سكه وبيضحك على الجمهور بقى اقسم الحته اللي بالله. فاموس والحاجات دي. صفحه ماجيكانو كانت مش عارف الاهلي اليوم كانت منزله صوره لبنتايك ان هو لابس شيرت النادي الاهلي.
لو اداره النادي الاهلي طلعت احسن ورا لعيب اجنبي الزمالك جابه آه. تقريبا اخر 10 سنين حاجه فلو كده. الزمالك لو الاهلي طلع ورا صفقه يعني دي بقى محمود انا ما بنتايج، عنديش مانع اقول عليها كلمه والله ساعه. العظيم النادي الاهلي يكون بيربي كراهيه بنت 60 كلب بين الجماهير. ما انت ما تقرفوناش. انتوا مجانين ولا؟ ما هو الوحيد اللي عندنا ما اللي هتاخدوه. عندناش باك يمين لا ده شمال، ولا شمال. ده باك شمال. ولا ده ولا ده. بص حبيبنا هو أنا والله الوحيد صح. بجد اللي ما اقدرش اقبله في الاهلي لو ايه، حتى لو الاداره جابته وعندت مع الجمهور، هو محمد الشيبي. انا بجد مع ان هو كواليتي يا جدعان اقسم بالله، انا ما اعرفش ازاي ده لسه موجود في افريقيا عموما. يعني ده الواد ده المفروض يكون هو تقريبا كان محترف في فرنسا حاجه كده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اخلاق وحشه؟ كل حاجه امام عاشور والله. ربطوه بقى من الاول وتربى على اخلاقكم وكده صح؟ والله انت شايف ايه، الراجل طلع مع حسام حسن بعد 30 دقيقه من الماتش ما فتحش بقه ما اتكلمش. ده غصب عنه، لانه لما قال لك انا نيجيري ما خدوش تاني فهو خايف بس. لكن حد يقدر فعلا يعملها مع امام عاشور؟ هو على فكره طلع مع رامز قال لك امام عاشور فرص ان هو ينضم للمنتخب 100%. ده كلام، ما هو لازم ما يقول هو- كده ما هو برضه. كله كلام. ما هو التاني كان بيقول كده عشان خايف. هو كله كلام. هو كده كده التاني ده اصلا يعني انتوا ليه قبلتوا امام عاشور؟ حسام حسن ده بجد ليه عايش قبلتوا في امام رعب. عاشور؟ يعني انت ما تقبلش انا ما قابلتش الشيبي. انا ما قابلتش امام عاشور في الاول، ومش انا كواحد من الجمهور شايف ان امام عاشور ده بالنسبه لي كلاعب كوره هو موظف. بجد. انا شايف ان هو كموظف بيديني طب ما هو الشيبي لو جالك يبقى موظف، انا مش قابله بقى، حتى هو موظف انا مش لانه قابله. ما غلطش فيكم يعني. مش هو بص الشيبي ده قبل كده مش عارف اتطرد منين من المغرب من نادي برضه مش عارف فسخ عقده ومشوه. انا بالنسبه لي ده راجل بتاع مشاكل. حتى مصطفى فتحي لما طلع مش عارف في بودكاست تقريبا مع ابراهيم فايق او مش عارف، قال لك الشيبي ده هيجي في مره هو والمدرب بتاعهم اسمه ايه؟ يوروشيتش. قال لك هيجي في مره واحد فيهم هيموت التاني. وعلى فكره يوروشيتش ده يا جدعان على قد اللي هو بيعمله بس هو مدرب فهمان قوي. هو بيعمل لهم الضجه بتاعت الجماهير، هو الثقه بجد بتاع الجماهير. هو ده يعني يوروشيتش ده مثلا لو مدرب الاهلي والزمالك عمر ما تشوفه بيعمل كده. بص يا عم علي، ده كان بودكاست سريع واول مره نجربها. لو عجبك مش البودكاست سريع وصلت خالص معايا في اللقطه دي، انت وصلت معايا 42 دقيقه وهنقص منهم دقيقتين، وصلت معانا 40 دقيقه. لو وصلت معانا في لحد اللحظه دي في البودكاست اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. نورتنا يا عم علي حبيبي عايزين نجرب الحته دي كتير بقى. على الله. ايه قدام. سيب شغلنا بقى نقعد نصور طول النهار. سلام.